فيلم انسايد اوت 2 لو متعرفش خليني اقول لك الفيلم ده من افضل الافلام اللي نزلتها ديزني. الفيلم ده فيه حاجات كتير نتكلم عنها ومفيش طريقة احسن نبدأ بيها غير من خلال المشهد اللي ممكن يتقال عنه انه الاحسن والاكثر وجعا في الفيلم كله. وانا هنا بتكلم عن نوبة القلق اللي رايلي عانت منها، والمشهد ده بالذات كان دقيق جدا ومؤثر جدا على القلب. فبصراحة كده بيكسار قدرت تعرض مثال على نوبة هلع من غير أي تجميل أو حلاوة كمان، وده اللي خلى المشهد مؤلم بجد. زي ما انتوا عارفين في نص تاني من الفيلم رايلي كانت في نص مباراة تجربة هوكي، وفجأة ابتدت تعاني من حاجة معظم الكبار هيواجهوها من وقت للتاني. بعضهم أكتر من غيرهم كانت نوبة قلق. حتى لو مش دي أول مرة شخصية من بيكسار أو ديزني بتتوتر، ممكن دي تكون أول مرة تحس إن الموضوع واقعي جدا. وأكيد في أفلام زي تانجولد الشخصيات اتعرضت لمواقف خلتها تقلق، زي لما روبانزل وفلاي رايدر تقريبا غرقوا مع بعض. بس القلق اللي ظهر عندهم ما كانش قريب من اللي رايلي حست بيه، رغم ان موقفها ما كانش فيه خطر على حياتها، لكنه كان حقيقي بما فيه الكفاية ان هو يخلي الجمهور يتأثر، وفي ناس كمان يمكن تكون دمعت في المشهد ده. فتعالوا بقى نشوف اللحظات اللي سبقت نوبة القلق بتاعت رايلي. خلال ماتش رايلي كان عندها هدف واحد في دماغها، طبعا تقنيا كان عندها 3 أهداف، كل هدف من دول كان مهم علشان خاطر تشوف إذا كانت رايلي هتقدر تعمل 3 أهداف، وفي الحالة دي هتنضم للفريق الجديد بتاع الهوكي. زي ما فاكرين من الفيلم الأول، الهوكي كان حاجة كبيرة بالنسبة ليها، فالشغف بتاع رايلي بالهوكي هو السبب ان هي كانت عاوزة تدخل الفريق بكل قوتها من البداية، بس الامور ما كانتش ماشية زي ما كانت متوقعة. ففي خلال ماتش الهوكي القلق ما قدرش يمسك نفسه وبدأ بالفعل يسيطر على رايلي، وفعليا غزا لوحة التحكم كلها اللي بيدير بيها عواطفها، لدرجة هنا ان القلق اتصور كدوامة مشوشة بتبتلع كل حاجة على لوحة التحكم دي. في الوقت ده رايلي كانت بتلاقي صعوبة في تسجيل الأهداف، وفي الآخر خبطت لاعبة تانية تسمى جريس بالغلط، ودي أصلا صاحبتها، وبسبب اللي حصل اضطرت رايلي تقعد في صندوق العقاب، وهناك وصلت للنقطة اللي فقدت فيها السيطرة تماما. في الكابينة دي رايلي بدأت تدخل في نوبة قلق كاملة ما قدرتش تتحكم فيها المرة دي، بس الموضوع هنا مختلف عن أي انفجار عصبي شفناه في أفلام تانية. زي ما قلت قبل كده مبدعي بيكسر عملوا بحث حقيقي علشان خاطر يكتبوا ويصوروا نوبة القلق بتاعت رايلي. أول حاجة تنفس رايلي بقى مضطرب وبدأت تفقد السيطرة على نفسها، وبعدها مباشرة ظهر صوت الصدمة وكمان صوت قلبها السريع، كأنك تحس قلبك بيضرب في صدرك. دي كانت درجة الواقعية اللي حسست الناس باللي رايلي حاسة بيه فعلا، وانت لو جربت نوبة القلق دي قبل كده هتعرف الإحساس ده بالظبط، لدرجة انك هتحس فعليا بالأسى على رايلي وهي قاعدة في صندوق العقاب. وهنا بقى بمساعدة باقي عواطفها رايلي قدرت ترجع لنفسها وتهدى قبل ما تحاول تصلح الأمور مع اللي حواليها. بس قبل ما ندخل على ازاي رايلي قدرت تتغلب على قلقها الشديد، في شوية أسئلة لازم نفكر فيها الأول، زي مثلا ايه السبب الحقيقي ورا نوبة القلق الكبيرة دي؟ أكيد الموضوع مش بس إن هي كانت بتعاني شوية في تجربة الهوكي، لو شفت الجزء التاني هتعرف إن رايلي كانت من غير قصد بتقرب لنوبة قلق من بداية الفيلم، وده ما كانش واضح بس لما القلق داخل مركز التحكم مع الحسد والإحراج كمان، لكن كمان لو ركزت في تصرفات رايلي هتحس إن ده رايح لمكان خطر. بعد ما دخلت معسكر الهوكي بدل ما تكون مبسوطة بوجود أفضل صحابها معاها بري وكمان جريس، رايلي بدأت تبعد عنهم شوية، مش لأنها حزينة أو حاجة زي كده، لكن لأنها كانت مهتمة أكتر تكون صداقة مع واحدة من اللي في المدرسة الثانوية اللي شكلها كويس على الفريق. ورايلي هنا بقى ظهرت تغيرات كبيرة جدا في تصرفاتها، بدأت تكذب على عيلتها وكمان صحابها، وكمان بدأت تسرق كأن ده يعتبر اهتمام بأصدقائها الجداد واللي حواليها. رايلي ما كانتش واخدة بالها إن كل الحاجات دي كانت خطوات صغيرة بتوديها للانهيار العاطفي في صندوق العقاب. أكيد نوبة القلق حصلت بعد مشاكلها في تجربة الهوكي، بس أنا شخصيا شايف إن خبطها لصاحبتها جريس خلاها تحس بالذنب، وده خلاها تدرك قد إيه تصرفاتها كانت وحشية، واللي بعد كده وصل نوبة هلع كاملة. في نفس الوقت من جوه عقل رايلي القلق بقى ليه دور معادي شوية، رغم انه كان بس بيحاول يحميها في الاول، لكنه بدأ يعمل اي حاجة ممكن تغير حياتها. ومش بس كده، ده اخد كمان على عاتقه انه يحبس عواطف رايلي الاساسية، لانه افتكر انها بسيطة جدا وما تقدرش تتعامل مع اسلوب حياتها الجديد. يعني القلق كان السبب الرئيسي لكل الحاجات الوحشة اللي رايلي فعلا عملتها.
مش بس كان السبب ان هي سابت اصحابها القدام ورجعت لاصحاب جدد ما تعرفهمش، لكن كمان القلق محى احساس رايلي بذاتها، وكان كمان مسيطر لما رايلي لجأت للسرقة، وطبعا خلال تجربة الهوكي لما الأمور اتلخبطت تماما. فازاي في لحظة مشاعر قوية زي دي حد صغير زي رايلي قدر يسحب نفسها من حالة الهلع ويقبل الأمور زي ما هي؟ الحظ كان واقف مع رايلي، مش بس لأنها شخصية ذكية وقادرة على التصرف، لكن كمان لأنها كانت معاها كل أصحابها في دماغها اللي حافظوا عليها طول حياتها. احنا شفنا ده في اول الفيلم، وازاي الفرحة والحزن حاولوا بكل طاقتهم يصلحوا حالة رايلي النفسية لما كانت تقريبا بتنهار حواليها. مفيش حاجة العواطف الخمسة الأساسية كانت هتعملها علشان خاطر تساعد رايلي. ودلوقتي ضيف عليهم العواطف الجديدة اللي اتقدمت في الجزء الثاني، كل واحدة فيهم بما فيها القلق كان موجود علشان خاطر تساعد رايلي، بس بعضهم اشتغل أحسن من بعض. وعلشان كده لما فرح كسرت حاجز القلق ورايلي كانت بتعاني من نوبة الهلع، فهمت ان هي فقدت السيطرة، وكل اللي عملته علشان تحمي رايلي كان بيخلي الامور اسوأ، وهنرجع للموضوع ده بعد شوية. رجوعنا لنوبة الهلع لما رايلي كانت مش قادرة تاخد نفسها في صندوق العقاب. فرح هنا كانت شغالة على الآخر بتحاول تهدي القلق بكلام وحكمة. فرح هنا قدرت كمان تهدي المشاعر المتطربة شوية، ولما فهمت إنها عشان تساعد رايلي لازم يقبلوا كل ذكرياتها الحلوة والوحشة، دي كانت اللحظة اللي الفرحة قررت فيها تطلق الذكريات المؤلمة اللي كانت مخبيها من دماغ رايلي. ومن خلال كده العواطف ساعدت رايلي تستبدل إحساسها القديم بنفسها بشخصية جديدة وأقوى. كل ما العواطف حضنت رايلي على هيئتها القديمة والجديدة، ده خلاها تفهم نفسها أكتر وتعرف هي كانت المفروض تكون مين أصلا. ولكن مش العواطف فقط اللي تعبوا علشان خاطر ينقذوا رايلي، الشخص نفسه بدأ يعمل اللي يقدر عليه علشان خاطر يرجع نفسه للواقع. لو انت حد بيعاني من نوبات القلق، ممكن تكون اتعلمت قبل كده ازاي تعمل كده. رايلي بدأت تستخدم كل الحواس بتاعتها عمدا. استخدمت ايديها تلمس وتحس بملمس الكراسي في صندوق العقاب ولحظة حرارة الشمس. الحاجات دي طريقة ممتازة تخلي عقلك حاضر بدل ما يطير بعيد زي ما بيحصل في نوبة القلق. فلما رجعت رايلي وهديت، شفناها بتعتذر لاصحابها وحاسه بالراحه من القلق، رغم اننا كلنا عارفين ان المشاعر مش هتروح للابد. يمكن رايلي تكون لقت طريقه افضل للتعامل معاها المره الجايه، او على الاقل تكون مستعده ليها. المشهد ده كان مكثف جدا، بس ليه بالظبط اثر في المشاهدين جامد؟ ببساطه لان بيكسر عمرها ما كانت صريحه جدا عن الحاله النفسيه لشخصيه لحد الفيلم ده. الفيلم الاول كان كله عن العواطف، وناقش فكرة ازاي بعض العواطف ممكن تتحكم فينا او تأثر على حياتنا. فالذكريات ممكن تتغير من حلوة لوحشة مع مرور السنين، والعكس صحيح. ومع كبر السن احداث معينة في حياتك هتخليك تحس بعواطف مختلفة حسب شعورك في اللحظة دي. بس الفيلم الاول ما خدش وقت كفاية علشان خاطر يناقش مشاعر معقدة اكتر اللي الاطفال والشباب ساعات اصلا بيحسوها. معاناة رايلي من القلق كانت حاجة كل حد تقريبا اتفرج على الفيلم يقدر يتعرف عليها ويحب كمان يحس بيها، بس ما حدش عاوز يتكلم عنها فعلا. زي ما قلت قبل كده، بيكسر عملوا شغل ممتاز في تصوير شكل نوبة القلق، والأهم من كده إحساسها الحقيقي. المشهد ده لمس قلوب تقريبا كل اللي شافوه على الشاشة الكبيرة، واعتقد انه هيسيب اثر طويل. والاجمل كمان ان طفل اصغر ممكن ما يبقاش مرتاح يتكلم عن ده، لكنه ممكن يتعلم اساسيات التعامل مع القلق من مشاهدة انسايد اوت 2. رايلي لما قدرت تتحكم في عواطفها وتخلي نفسها متصلة بالواقع والعالم اللي حواليها دلوقتي، ده كان مذهل، وده يمكن يكون حاجة مش كل الناس تعرف تعملها وقت الهلع. ودلوقتي بقى كحد عاني من نوبات قلق شديدة قبل كده، فاقدر اقول بصراحة انا واحد من الناس حبيت جدا الجزء التاني من انسايد اوت، والرسالة كمان اللي قدر يوصلها واللي اتعامل بيها مع القلق. بس طبعا محتاج اعرف رايك انت، حسيت ايه تجاه الفيلم ده؟ استمتعت بيه؟ ولو استمتعت ايه كان الجزء المفضل عندك؟ فهستنى رايك في الكومنتات. ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.